رجعت لكم بفيديو عن مصارع عربي لاعب اندرتيكر وهوجن وباتيستا. مره كان بيصلي في الحلبه ويخش ارهابيين يساعدوه. قصه كده مصيبه من الاخر، حتى طرده كان غريب قوي. عامل ليكوا صاحب على ايفون عايز تكسب، وصل الفيديو 40 لايك واقترح من الكومنتات. تعالوا بقى اقول لكم التفاصيل ايه. مصارع محمد حسن ده بيقول ايه؟ بصوا يا جماعه، في مصارع اسمه محمد حسن شخصيته هزت امريكا بجد، واحده من اكتر القصص المستفزه. وفي ناس بتقول لك الراجل ده كل ذنبه ان هو عمل الورق المكتوب له في المصارعه. اسمه هو اصلا امريكي من اصل عربي، وكان دي الشخصيه اللي بيمثلها ان هو واحد تعب من العنصريه وقرر ينتقم. بس في الحقيقه هو شاب ايطالي وسيم اسمه ماركو باني، ملوش اي علاقه بالعرب اصلا. طب الدبليو دبليو قدرت تضحك على الناس ازاي؟ وازاي هو بروك ليزنر الجاي حسب كلامهم وكده. ماركو باني ده اتحول لشخصيه عربيه في اواخر 2004. ظهر فيديوهات غريبه من عروض دبليو دبليو اي، واحد لابس لبس عربي شيك كده بيتكلم بمرارة عن الحلم الأمريكي وإن هو كذبة وبقى كابوس بعد أحداث 11 سبتمبر. طب إيه أحداث 11 سبتمبر دي عشان اللي ما يعرفهاش على عجالة كده؟ حصل يا جماعة في يوم 11 سبتمبر 2001 19 واحد مرتبطين بتنظيم القاعدة خطفوا 4 طيارات مدنيين أمريكيين، والطيارة الأولى والتانية خبطوهم في برج التجارة العالمي في مدينة نيويورك، والناس كلها كانت شايفة المشهد والبرجين بينهاروا قدامهم. الطيارة التالتة خبط فيها مبنى البنتاجون، ده مقر وزارة الدفاع الأمريكي في فيرجينيا. والطيارة الرابعة كانت رايحة مبنى الكابيتول اللي هو البرلمان يعني أو البيت الأبيض الوايت هاوس. بس الركاب أو يعني عنده مع الخاطفين وكده، والطيارة وقعت في غابة تمام قبل ما توصل لهدفها. الحادثة دي كانت بشعة وراح ضحيتها بتاع 3000 واحد. و... والمنطقة في مدينة منهاتن دي اتدمرت خالص. وبقى وقتها ظهر مسمى اسمه الزينوفوبيا أو الإسلاموفوبيك. الزينوفوبيا ده اللي هو خوف من الإرهاب، والإسلاموفوبيك تحديدا خوف من المسلمين. ودي الشخصية اللي مكمل بنى عليها المصارع ده اللي هو محمد حسن. قال له انت هتبني على الحتة دي ان انت تطلع تستفز الناس ان انت عربي وارهابي ومش عارف ايه، ونشوف بقى التفاعل يعمل ازاي. فكان بيطلع يقول لك انا امريكي اتولدت هنا وبدفع ضرايبي وحقوقي كلها بدفعها، بس انتوا خايفين مني عشان اسمي محمد. وكمان هو كان مصارع شاب في اتحاد تطويري، فبنس ماكمان شافه قبل ما يبدا يعني. قال له انت ملامحك تنفع شرقي على فكره، ايه رايك تعمل الشخصيه دي؟ والشخصيه دي انا هديها دفعات كتير وبتاع. وهو وافق ولبس فيها يعني. ودخل كان بيدخل الحلبه بموسيقى كده جنائزيه تقبض القلب، وما كانش بيعرف يتكلم عربي اصلا المصارع ده. كان اصلا بيجيب معاه واحد اسمه دايفري او ديفاري، ده كان مدير اعماله وكان اصلا بيتكلم بالفارسي مش عربي، بس الجمهور طبعا ما بيميزش وكله بيستهجن وخلاص. وبعيد عن التمثيل الواد ده كان موهوب فعلا، حركاته كانت كلاسيكيه وقويه اولد سكول فعلا، وكان عنده حضور بيخليك تصدق ان هو شرير. ففي شهر واحد بقى اهم فيلن في عرض الرو. وبدأ بقى مرحله مواجهه الاساطير. دخل عداوه مع هالك هوجن. لك ان تتخيل في راس المنيا 21 واحد طالع يهاجم هوجن وبيخش عداوه معاه، وكمان هوجن داخل يحميه من واحد تاني، يعني داخل يدافع عن واحد تاني اسمه يوجين من محمد حسن ده. فتخيلوا واحد بقاله شهور بيصارع اهم نجم في الشركه. ودي كانت العداوه الماستر بيس بجد في مسيرته، ان هو كان لسه جديد وبيصارع اتنين كبار زي هولك هوجن وشون مايكلز. ولعبوا في راس المنيا 21، ومحمد حسن ودايفري ده هاجموا يوجين، ودخل هوجن معاهم بموسيقته المشهوره وطردهم من الحلبه. وبعدها محمد حسن ودايفري دول اتحدوا ضد شون مايكل وضربوه علقه موت، لدرجه ان مايكلز طلب من هوجن قال له يرجع من الاعتزال ونعمل تاك تيم. وحصل في باكلاش 2005 لعبوا هوجن وشون مايكلز وخسروا في واحده من اكتر المباريات اللي الجمهور كان بيصرخ فيها من الحماس. وكمان ليه عداوات ضد مثلا سيرجن سلوتر، وده كان مصارع امريكي متعصب، فكان بيلعبوا على وتر ان هو الوطنيه والحاجات دي، وكان بيطلع يشتم في امريكا والجمهور بتاعهم، فيطلع سلوتر يدافع عن امريكا. والنتيجه ان محمد حسن كسبه في العداوه دي. وكمان ليه عداوه مع جيري لولر وهو معلق على العروض والاسطوره طبعا قديم. محمد حسن قال له ما تستفز الجمهور اكتر، وايه اللي هضايقك؟ في مهرجان نيو يير ريفولوشن 2005 لعب محمد حسن جيري لولر في اول مباراه ليه، وده خلى الجمهور يكرهه اكتر، والموضوع يوصل للسحاب زي ما بيقولوا. كمان ليه عداوه مع باتيستا بعد ما انتقل سماك داون. محمد حسن دخل على طول في صراع مع باتيستا، وقتها كان الهدف ان فينس ماكمان عايز يخلي محمد حسن اصغر بطل عالم في التاريخ حتى يكسر رقم راندي اورتن. بس اللي حصل ان العداوه دي ما كملتش الاخر بسبب التدخلات السياسيه اللي احكي لكم عنها. كان محمد حسن بعدها في عداوه مع اندرتيكر تمام، وكان عايز يثبت ان هو الظاهره او الفينومين الجديد، فهاجم الاندرتيكر بمساعده المقنعين. محمد حسن نقل لسماك داون وبدا يطالب بفرصه على اللقب، فكان لازم يواجه اندرتيكر. وهنا بدات الدبليو دبليو تزود جرعه الدراما شويه لدرجه انها قلبت عليها. السكريبت بقى كان ايه؟ في عرض مسجل محمد حسن ركع كده في نص الحلبه وبدا يصلي، وفجاه ظهر 5 رجاله مقنعين بلبس اسود كده وهاجموا اندرتيكر باسلوب يعني ان هم ارهاب. بعد كده حصلت المصيبه السوداء، من حظه الوحش ان هو بيلعب دور عربي. في نفس اليوم اللي اتذاعت فيه الفقره دي حصل تفجيرات في لندن 2005. الدنيا اتقلبت واعلام اتقلب، وقناه يو بي ان اللي كانت بتذيع سماك داون قالت لماكمان بقول لك ايه، الواد ده يطرد يا اما تطلع انت بره القناه كلها. فماكمان قال خلاص هتصرف. وبعدها لا كان بيلعب بقيه الماتشات بتاعته ضد اندرتيكر في عرض اسمه باش
جريت امريكان باش 2005. فتيكر قفل ان هو عمل له لاست رايد، رفعه لفوق ورماه. المفروض ان هو نزل بقى على ارضيه المسرح، والواد يعني اتصاب اصابه نهت مسيرته، بس طبعا ده كله كان تمثيل. والواد ماركو باني اللي هو الايطالي ملوش حاجه بالعرب اصلا، لقى نفسه فجاه بلاك ليست، يعني محظور من اي شغل، واي اتحاد مش طايقه بسبب السياسه. فقرر قال لك خلاص انا هعتزل المصارعه، كان عنده 24 سنه بس. تخيل واحد كان المفروض يبقى بطل عالم بقى مدير مدرسه في حياته الواقعيه، وبعد خالص عن الاضواء. في ناس بتقول لك ده ضحيه السكريبت، وهو كل اللي عمله صح، ان هو كل اللي عمله ان هو كان ادى الدور المطلوب منه. فانا برضه شايف كده بصراحه، رغم ان انا ما شفتش عداوات كتير ليه، بس هو فعلا يعني من اللي انا سامع عنه ان هو فعلا مهم، وهو يفضل دايما من اكبر علامات الاستفهام في تاريخ الدبليو دبليو اي. تعالوا اقول لكم بقى معلومات عنه. هو اصلا ايطالي يا جماعه، وملوش دعوه بالعرب، هو اسمه ماركو باني، من اصل ايطالي 100%، ولا بيعرف يتكلم عربي حتى. ف وكمان كان المفروض زي ما قلت لك يكسر رقم راندي اورتن، اللي هو ياخد بطوله الورد هيفي ويت والدبليو دبليو اي، وعنده 24 سنه. بس حوار الراوند اللي حصل ده، والدبليو دبليو قلبت عليه واتطرد. كمان الموسيقى بتاعته كانت ممنوعه من العرض اصلا، كانت نغمه حزينه كده وكلها صريخ، فكان الناس بيتوتروا لدرجه ان القنوات اللي بتنقل البث كانوا بيكتموا الصوت وقتها عشان الجمهور ما يتاثرش. وكمان المصارع ده بقى بلاك ليستد فعلا، يعني قناه يو بي ان اللي بتذيع سماك داون او اي قناه تانية مستحيل تظهر الشخصيه دي تاني، زي كريس بينوا كده. ومره من الحاجات الغريبه اللي عملها ان هو دخل الحلبه على هاودج. هاودج ده اللي هو يعني في اللي هو ناس شايلين تحت كده والامير هو فوق يعني، وكان 4 رجاله شايلينه كده مقنعين، ودي كان استفزاز للجمهور الامريكي. للاسف المصارع ده اعتزل وهو 24 سنه بس، زي ما قلت لكم صغير. وقال لك انا رفضت عروض كتير في الحلبات المستقله عشان عايز انسى الشخصيه دي تماما، واركز في حياتي المهنيه كمدرب ومربي اجيال. وظهر في كوميك بوك على فكره، مارك تشارك في كتابه انتاج اسمها محمد حسن، جرافيك نوفل عنه يعني، او كتاب كوميكس عنه، بيحكي فيها عن معاناته الشخصيه وازاي السيناريو دمرها. تعالوا بقى أقول لكم قصة كده عن 11 سبتمبر دي، ليها علاقة بفينس ماكمان، ممكن حكيتها من زمان بس هقولها لكم تاني يعني. مرة يا جماعة يوم 11 سبتمبر ده كان مثلا حصل يوم 9 سبتمبر الحدث، وبعد بكرة الجمعة اللي هو ميعاد سماك داون. فماكمان قال لك أنا هعمل العرض عادي وده قمة الاستغلال التجاري للمأساة. فبدأ يوم 11 سبتمبر ناس عمالة تقول له لسه في ناس ما طلعتش أصلا من تحت الأرض ولا الحادثة اللي كانوا فيها. ففينس قال لك لا هعمل العرض، وعمله. وجات أمريكا كلها في حالة حداد. فماكمان حاول يعمل شو كده، طلع عمل برومو وقال لك إيه، إحنا كلنا وطنيين وكلنا أمريكا ومش عارف إيه وكلام كده. بس النقاد قالوا له أنت بتستخدم مشاعر الناس وبتلعب بيها عشان تلمع صورة شركتك وتاخد دعاية أكتر. وحاول يظهر في دور البطل القومي ده اللي بيخرج الناس من حزنهم وبتاع، وفي وقت كان المفروض فيه يحترم مشاعرهم بإن هو على الأقل يسكت. يعني أنت النهارده عندك في الكريسماس بتدي مصارين أجازة أصلا، فحاجة زي كده هتسيبها؟ وحصل بعدها الأنيل من كده البرومو بتاع ستيفاني ماكمان، وده كان الفضيحة بجد. وبدأت الناس كلها تشتم عيلة ماكمان كلها لسنين حتى. برومو ستيفاني ماكمان بنت ماكمان طلعت قالت إيه؟ قالت في أحداث 11 سبتمبر كانت بشعة تمام، ودي أزمة. بس أنتم فاكرين إن أنا لما عيلتي من فترة قريبة رفعت على بابايا في السبعينات قضية بسبب منشطات؟ أنتم من كام سنة عملتوا كده وحاولتوا تدمروني وتدمروا عيلتي وبابايا، والنهارده في ناس هاجمت أمريكا. بس زي ما إحنا كنا أقوياء وصمدنا وعدينا المحنة دي، أنتم كمان هتعدوها، وأمريكا هتعديها. الناس جالها ذهول من البجاحة دي. أنت إزاي تقارني قضية منشطات بواحد أصلا مجرم في الموضوع ومذنب بناس أبرياء ماتوا من إرهاب ومات فيه آلاف؟ البرومو ده يعتبر من أسوأ وأغبى القرارات اللي حصلت في تاريخ التلفزيون، ومسحوه حتى بعدها من كل الأرشيفات من كتر الفضيحة. كمان يا جماعة القضية بتاعة المنشطات دي كان عبارة عن إيه اللي كانت بتحكي عنها؟ الموضوع ده بدأ إن كان قبل كده في دكتور طلع في المحكمة واتقبض عليه، وقال لك اسمه جورج زاهوريان، كان شغال مع الاتحاد واتقبض عليه بإن هو بيوزع استرويدز أو منشطات. وعشان يحمي نفسه قال لك أنا ماليش دعوة، أنا بسمع كالعبد المأمور، يعني فينس ماكمان هو اللي بيقول لي، وبيوفر منشطات للمصارعين دي عشان يبنوا عضلاتهم. ولو مش مصدقين بصوا على هوجان والنايت ووريور والناس دي. سنة 93 الاف بي اي رفعوا قضية ضد ماكمان، وقالوا انت بتتآمر انك توزع منشطات على الناس. ومهما كان بيجبر المصارعين فعلا وبيشجعهم ياخدوا حقن وكده عشان الاجسام دي اللي بتجيب فلوس. فحصل محاكمه تاريخيه سنه 94، المحاكمه دي كانت سيرك بجد، يعني كان سيرك اعلامي. فينس ماكمان كان بيلبس رقبه طبيه كده عشان يبان ان هو غلبان ومغلوب على امره. وبعد كده الحكومه جابت مين بقى يشهد؟ هوجن. وكان وقتها هوجن اصلا علاقته بماكمان منيله، لان كان هوجن راح الدبليو سي دبليو على الاتحاد المنافس للدبليو دبليو اي، وكان في مشاكل بينه وبين ماكمان بسبب ان مين بيتصدر وكده، فسابهم ومشي. بس على غير العاده هوجن طلع في المحكمه وقال لك انا بعترف ان انا خدت منشطات، بس ماكمان عمره ما اجبرني على كده، وانا كنت باخدها بمزاجي. والشهاده دي اللي خرجت ماكمان براء بسبب ثغرات قانونيه وحاجات كده، بس طالما المحور نفسه ما اتامن يعني. فالمحكمه قالت براءه لفينس خلاص، وخرج من المحكمه بيرفع صباعه للاعلام في لقطه شهيره بيقول العالم انا اقوى من الحكومه. فمن 11 سبتمبر دي الناس حاولت تدمر امريكا وبتاع. فماكمان بقى عنده فوبيا من الحكومه والاعلام. فلما حصلت ازمه بتاعت محمد حسن وتفجيرات لندن وكده،
مكمن خاف إن الحكومة تفتح فتحة عليه تاني ونار وبتاع، زي بتاعة المنشطات كده، فساب محمد حسن ده لابس في الحيط يعني. بس ده كان محمد حسن. ما أعرفش الفيديو ده يا جماعة هو يبيع كاسم وكمحتوى، بس كصيت وكده مصارع مش معروف أصلًا. بس عادي يعني، أنا لقيت فيديو منصور نجح وأنتم حبيتوه، عملت لكم واحد تاني، وفي كام مصارع لسه عندي عرب وكده ممكن أعمل لهم فيديو برضه. يا جماعة بس هاوضّح حاجة قبل ما أقفل الفيديو، أنا لمّا باقول أبرياء والحاجات دي، أنا عربي مسلم زيكم، عشان بس ما حدش يقول لي أنت صعبان عليك الأوروبيين، لأ، أنا باقول نص معين واحد كاتبه لي من فيديو أجنبي مثلًا أو من حاجة وباقراه، عشان بس ما حدش يقول لي الأبرياء مساكين. لإن مرّة كنت منزّل فيديو على مات ريدل، واحد مش عارف اتعرّض لتحرُّش واتعرّض لحاجة، واحد قال لي: "يا سلام أنا زعلت أوي، كده فلسطين هتتحرّر." أنا ما أعرفش بصراحة إيه علاقة ده بده، وبعدين مش فاهم فلسطين تتحرّر، الزعل ده في قلبنا وكل حاجة، بس أنا باحكي محتوى ما لوش علاقة بالسياسة. بس حتى فيديو النهارده لو ما كانش فيه مصارع ما كنتش هاحكيه. أتمنى أكون واضح بس وجهة النظر. وبالنسبة للموضوع العناوين اللي هي مضللة أو كده، أنا عملت لكم short بيحكي الحكاية دي باختصار يعني، عشان بس ما نقعدش نتسوّح ونلِف حوالين بعض.